بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أقول بنور الله وفضله وهداه، أنا خليل بن إبراهيم بن صديق بن جمعة السندي القرشي الهاشمي من مكة المكرمة. كثر الاختلاف في البنك الأهلي والمساهمة فيه، فأقول بالله وأقول: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا يا عليم يا حكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فحقيقة الذي يتأمل البنك الأهلي السعودي لا يرى إلا أنه إسلامي 100%، بل ليس البنك الأهلي، حتى البنك الأمريكي والإسرائيلي والروسي والبنوك الإسرائيلية داخل إسرائيل والأمريكية والبريطانية وجميع البنوك التي يقول لها علماء الأجلاء أنها بنوك ربوية. والحقيقة أنهم عندما يحرمون الأمر هم شابه الظاهرية في الوقوف والجمود على النص في كثير من الفتاوى، حتى التكفير للصوفية أو الشيعة أو الليبراليين والعلمانيين، أو ما يسمى بعقيدة الولاء والبراء ضد اليهود والمسيحيين وما نراه من 11 سبتمبر وداعش، والذي كان نهاية ما نراه اليوم في سوريا وفي أفغانستان وفي العراق، وفي اغتيال الملك فيصل رحمه الله والد خالد الفيصل والتخطيط لقتل محمد بن نايف. ولا ندري ما الذي يحصل بسبب هذه الفتاوى التي أما علماءنا الكبار أمثال المفتي العام وهيئة كبار العلماء فنتأول لهم، ومفتي مصر وغيرهم من علماء الإسلام، لكن أيضا لا نستعجل في هذه الفتاوى، ولا نتخذ من بعد الرسول إله أو رسول، ولو كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو الفقهاء المذاهب الأئمة الأربعة. هذه الكتب كلها والتصنيفات في العقائد والفقه والسير ألفت في عهد عمر بن عبد العزيز في السنة 98 أو 99 من وفاة الرسول، من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا إنسان يجعلها هي الله والرسول ويحجر عقله في الفقه أو في العقائد، ولكن يجعل السيرة النبوية 23 سنة بين مكة والمدينة هي المقياس في أمور واضحة في العقيدة صحيح، مثل توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وما دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب بن القيم وابن تيمية، نعم لا شك أنها أقوى الإيمان. وكذلك أما بقية الأمور فيجب أن لا كل ما أحد خالفك تقول هذا يتبع الرخص. أنا تقابلت مع علماء أجلاء وطلبة علم ربما تخالف في أمور سيغ فيها الخلاف منذ علماء الصحابة، لكنه يقول لك يعاديك ويواليك لمجرد كلمة، ويحقد عليك، وربما يدبر لك السجون السياسية، وربما يرسل عليك سحر وجنون ومرض نفسي. وسبب ذلك هو الاستعجال، وهو أنه يجعل هذه الكتب الفقهية أو الكتب العقائدية، وحتى ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب لا شك أنهم مجتهدون، ليس كل ما أتوا به هو القرآن والسنة. وكذلك الإمام الخامئني والإمام السيد محمد علي المالكي، وكذلك الإباضية والصوفية وغيرهم والليبراليين والعلمانيين، وحتى اليهود والمسيحيين. لا نجعل نصوص التوراة والإنجيل والقرآن والسنة هي عبارة عن أصنام. لا نقول لا نلغيها، صحيح أنها وحي من السماء، لكن أيضا لا نجعلها نحجر عقولنا. لا شك أن المادة محفوظة من عند الله، لكن لا نحجر عقولنا بما درسناه في جامعة الإمام أو في النجف الأشرف أو في الأزهر، ولكن أن نجعلها كمادة علمية توصلنا للحق، لكن أن لا نحجر عقولنا في هذه النصوص والكتب ونتأمل الحكم. ومن أعجب ما أعجب تسمع منه في بعض الأقوال أنه ما ترك الأول للآخر شيء، وما ترك يعني وترى تعصبات وترى الاستعجال في الفتاوى في استحلال الدماء، وفي الأمور الفقهية في تكافؤ النسب وفي غيره وفي عدالة الصحابة. يعني أنت تستعجب من أحدهم يقول الصحابة كلهم عدول. لا شك أنهم العدول من شهد لهم الله بالعدل. في صحابة لا نختلف معهم، العشر المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، معاوية أو يزيد بن معاوية أو غيره مختلفين، حتى علماء الصحابة وعلماء السنة. يعني أنت تستعجب من إنسان
يبين للناس أن من تكلم في معاوية، سواء الشيخ هذاك الكبيسي أو الشيخ الآخر نسيت اسمه، لا إله إلا الله، يوسف أو عبد الله يوسف، نسيت اسمه، إبراهيم، عبد الله إبراهيم، الشيخ من لندن لا يحضر اسمه. يعني يجعلون أن الكلام في معاوية طوال يتهمونك بالتصوف وبالترفض وبالتشيع، مع أنه من الذي كان في صف معاوية في صف علي؟ معظم علماء الصحابة، بل علماء الصحابة أيدوه. طيب بناء على قول جمهور أهل السنة والجماعة الذين يفهمون أنه كلام أهل السنة والجماعة، يفهمونك أنه إيش؟ أن الكلام في معاوية والقدح فيه هو مذهب الشيعة والصوفية والإباضية، بينما هذا كلام غير حقيقي، أو العكس، الكلام في علي. يا أخي هذا كلام جريمة في حق العلماء السابقين. أنت تقول أن جميع علماء السنة وعلماء الصحابة أيدوا علي ضد معاوية، بينما هذا الكلام غير منطقي، بل أنكروا على علي أنه عزل معاوية. طبعا هذا الكلام في صف بعض إخواننا من العلماء في السعودية أو في غير دول الخليج، لكن هذه الحقيقة. ابن عباس حبر الأمة ظاهر كلامه في البداية والنهاية الكثير وانتبه الأقوال أن الحق مع معاوية، أن الحق كان مع معاوية. شوف دلالة أن نحن متعصبين لا لمعاوية ولا لعلي. طيب أن الحق كان مع معاوية كيف؟ ابن عباس في البداية والنهاية وغيرها عندما أراد علي بن أبي طالب عزل معاوية قال يا ابن عم، رسول الله ارتضاه، وأبو بكر ارتضاه، وعمر ارتضاه، وعثمان ارتضاه، وأنت بينك أمور بينك وبينه في الصغر وفي الكبر، قبل الإسلام وبعد الإسلام. طيب فإذا الأمر ما هو بهذه الصورة. بعدين بناء على قولهم نرجع إلى الشق الآخر. طيب هذا أكبر علماء الصحابة حبر الأمة يقول ذلك. طيب نرجع إلى كلام القدح في معاوية. أنت تقول علماء الصحابة كلهم منكرون على معاوية، خروجه على علي، أليس كذلك؟ طيب إذا كان علماء الصحابة كلهم بناء على قولك أنه كلام أهل السنة والجماعة، إذن أنكروا على علي، معناته أنه معاوية مخطئ. طيب معناته تكلموا في معاوية، وهناك نصوص عندك ثابتة في كتب السنة ليس في كتب الشيعة والصوفية ذم علي في معاوية. طيب ومعظم الصحابة أنت تقول بناء على ما تفهم من القرآن والسنة معظم الصحابة كانوا في صف علي، وأن العلماء كلهم في صف علي، وأن علي تكلم بكلام أخطر من ذلك من السب والشتم القذيفة في معاوية، موجودة النصوص موجودة. طيب فإذا كيف الآن تنكر؟ طيب تقول أن الذي يتكلم في معاوية ليس من أهل السنة والجماعة، وعلي نفسه تكلم. طيب قال أنه هو قال الكلمة التي تقال في من أسلم من بعد الفتح، أنا نسيت العبارة، وقال كلام قوي جدا جدا. طيب هذا كلامك اليوم. طيب أنت تسكت أيضا عن كلام معاوية في أنه أمر أن يسب علي وبني هاشم 70 سنة وما وقفها إلا عمر بن عبد العزيز. فمعناته أنك أنت اليوم يجب أن تصارح، تقول أن أول كنا نخفي على الناس بعض الدين حتى لا يفتتنوا، لكن اليوم طلع في الإعلام خلاص لازم تجاوب عليه. ياسر الحبيب طلع من جهة، ووصال وصفة طلعت الصفة، وكانت سوريا اليوم. فإذا اليوم يجب أن تكون صريح. هذه مسألة. أما البنوك الإسلامية فالإنسان لا يشك لذلك أنا قدمت لهذه المقدمة حتى تعرف أن قول ابن عباس الحقيقي هو أن الغالب أن ابن عباس في الخلاف العلمي فيما يتعلق بالعلم والعقائد، فيما يتعلق بعلم خاصة في الأمور التي تتعلق بالدنيا أو الزهد والورع، ترى ابن عباس المادة العلمية وفي قوة التأصيل وفي قوة العلم. طيب ترى أنه أقوى، وابن عمر ترى في الزهد والدنيا أقوى. فإذا أتتك الفتوى عن ابن عمر رضي الله عنه في الزهد والورع فعليك بها،
لأن هي لكنها أقوى الإيمان. وإذا أتتك الفتوى في ذلك عن ابن عباس فخذ بها من باب الرخصة. طيب، وأما العزيمة على رأي ابن عمر، كما أنك تأتي إلى ابن باز في الورع والتقوى والعبادة فتأخذ منه القوة على مذهب ابن عمر، وتأخذ من العثيمين الرخص، لأنه يأخذ وكلا يعني كما قال الله عز وجل، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمر في أبو بكر وعمر في أسارى بدر، قال عندما قال أبو بكر يا رسول الله إخواننا وقومنا نعفو عليهم أن نقتل أبناءنا وأبناء عمنا وأبانا، وعمر بن الخطاب قال دونك رقاب القوم فتقتلهم فيسمع بك العرب فيهابك. والرسول أثنى في هذه الحالتين على الاثنين وقال أما مثلك يا أبو بكر في أنبياء الله ورسله مثل إبراهيم وعيسى، وأما مثلك يا عمر في أنبياء الله ورسله مثل موسى ونوح. فإذا الخلافات رحمة. أنت تسمع إنسان يقول يتبع الرخص كذا بالسهولة. أول شيء هذا قول لابن القيم، ونسب إلى ابن تيمية وغيره. هذا القول ليس معناه كما يفهم البعض في الخلافات التي يسوغ فيها الخلاف، وإنما في الأمور التي فيها نص صريح وصحيح وعليه الإجماع، ويأتي واحد يتتبع كلام بعض العلماء. يعني خذ مثالا، طيب في العقائد، هذا الكلام التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، من يتتبع بعض زلات العلماء أو الأقوال في ذلك فهذا متتبع للرخص العقدية التي توصل إلى الشرك. في بعض الأمور المحرمات اللازمة زي الزنا واللواط والسحاق، ما يؤدي من الوسائل في خلاف العلماء في تحريم الوسيلة التي تؤدي إلى ذلك، هذا يعتبر من يتتبع هذا فهو يتتبع للرخص، لأن هذه الوسيلة لها حكم الغاية. وكذلك الوسيلة الذي تؤدي بالإنسان إلى شرك أو كفر أو بدعة، نعم ينطبق هذا الكلام في تتبع الرخص. أما في أن تحجر نفسك، الكلام اليوم على البنوك، ما حتى هذا الكلام على البنوك، أنت لابد أن تتأمل لماذا حرم الربا، حكمة تحريم الربا. طيب تعال معي، يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم جميعا. تأمل في تحريم الربا، ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: كل قرض جر نفعا فهو ربا. تأمل هذه الأحاديث ولا تجعل يعني في التفكير في الحكم على أنها غلط كما يفهم البعض، لا ليس غلط، لكن إذا لم تصل الفهم فادعوا الله. ما وصلت قل أدع حكمته لله، لكن ليس كما يفهم البعض أن السؤال عن الحكمة وتدبر الحكمة أنه غلط من قلة الإيمان. لا، أنت تأمل لماذا الرسول عندما قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب ممتاز. تعال للذهب. الذهب اليوم أصناف، في عيار 21 وفي عيار 18 وفي عيار 24. أكيد إلا إنسان جاهل إذا اختلفت أصناف الذهب هذه بيع كيف شئت بالزيادة إذا كان يدا بيد. الفضة مع الذهب يدا بيد، اختلفت هذه الأصناف زادت، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا أول، وهو ربا الفضل. طيب ربا النسيئة هو أن يقايض بذهب لكن بزيادة. طيب بزيادة أن يعطيه المال. طيب التقابض مع الزيادة في نفس المجلس في نفس الصنف، هذا يعتبر ربا الفضل بناء على هذه
الرواية. ربا النسيئة مثله ولكنه مؤجل على الصحيح، تختلف أفهام الناس في ذلك. هذا أولا. القرض الذي يجر نفعا، بعض الذي يفهم من بعض كلام أهل العلم أنه يدخل في ربا النسيئة، والبعض أضافه إلى ربا الفضل والنسيئة سويا، القرض الذي يجر نفعا. طيب أنت تأمل في الحكمة. كان الناس في الجاهلية، أنت لابد أن ترجع إلى سبب النزول وأسباب الحكمة في الحديث. كثير من الفتاوى المستعجلة والفتاوى التي تخرج الناس من الإيمان إلى الجنة إلى النار، سببها أنه لا يأخذ المسألة برمتها، من العهد المكي إلى العهد المدني، إلى أسباب النزول، إلى فهم القواعد وجمع آيات القرآن والسنة والتبصر في كلام أهل العلم. أنت تأمل الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا. ما الذي كان رباهم؟ وبعض الأديان الأخرى وبعض اليهود وبعض المسيحيين وبعض الأمم في عهد الرسول كانوا يتعاملون بذلك. طيب كيف كانوا يتعاملون؟ هل هو مثل البنوك الحالية؟ هذا الكلام غير حقيقي. كان التعامل فيهم خلاصته أنه إرهاق للفقير وإغناء للغني، أليس كذلك؟ ثانيا أن وجود الغرر. طيب ثانيا أنهم كان يدخل الأمر عرض، الإنسان يقدم زوجته وبنته وكل ما يملك. طيب إذا تأملت في هذا الحكم لابد تبني عليها الأحكام الموجودة. هل هذه الحكم التي موجودة من الغرر في التقابض والتحايل والسرقة والنهب، ولذلك الرسول قال يدا بيد، وفي اتحاد الجنس مع المساواة، يعني كيلو ذهب بكيلو ذهب، 100 ريال ب100 ريال الصرف. طيب إذن هذه الحالة يكون فيها ذهب بذهب يدا بيد. يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم. طيب معناته إنه مسألة الحكمة عندما تقول الذهب، ما يمكن تقول الذهب أبا 24 ولا العقل، يعني في بعض حتى الفقه يرجع إلى العادة، إلى التفكير السليم. ليس لا تحجر نفسك أن هذه قواعد بن سعدي ولا غيرها أنها هي القواعد الوحيدة التي مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل لا يتزعزعون والجنة والنار. لا، هذا كلام غير منطقي. يعني هل الرسول يقول مثلا بيع كيلو ذهب بربع كيلو فضة؟ ولا يقبلوا أي تاجر ولا عقل. هل الآن تجي التاجر تقول له أعطيني كيلو ذهب عيار 24 بكيلو ذهب 21؟ هذا يعتبر جنون ومرض نفسي. فإذا يجب أن تعرف هذه الحكمة. الحكمة هو الغرر، هو أن كان منتشر كما في قوم شعيب من التحايل وغيرها، وكان هناك من يتلاعب، وكان هناك لماذا الإسلام أتى بحد السرقة وغيرها. فإذا يجب أن تعرف هذا الأمر جليا لك، أن الحكمة أول شيء الغرر، أول شيء عدم الخوف من التسليم، ثاني شيء علة إرهاق الفقير. لما يقول الرسول كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب اليوم تعال تأمل البنوك هذه، البنك الأهلي السعودي أو البنك الاكتتاب فيه، أو البنوك الأمريكية أو الإسرائيلية الأوروبية أو بنوك الراجحي، يعني حتى لا نظلم الراجحي أو البنوك البلاد أو غيرها. تأمل قارنها بمن يدعي، طيب إما من علماء أو دعاة وصالحين، طيب أو من بعض الجهات الغير معلنة في التجارة، أو خلينا نقول صريحين بعض أحيانا بنك الراجحي. طيب بنك الراجحي الشيخ العثيمين نفسه يقول سابقا، يمكن اليوم تحسن كثير، أتوقع قالوا إنه تحسن يعني معظم الموضوع. قال الشيخ العثيمين أنا عندي البنك الأهلي ولا البنك الراجحي. أول شيء البنك الأهلي السعودي كل ما يعني يثار عليه أتوقع إما أنها من بنك الراجحي والبلاد، لأنه هو اليوم يحتل الصدارة في البنوك السعودية بلا منازع. الناس يشهدون له من 30 سنة بحسن التعامل وحسن أخلاق موظفين. أنا لي حساب البنك الأهلي ودخلت الراجحي من احترامي الشديد كثير منهم لا يملك الأخلاق والنفسية الرحبة،
ورواتب موظفين ومتدنية، ومعظم قضايا النصب والاحتيال في الراجحي، لأنه رواتب هذه البنك الراجحي وبنك البلاد منخفضة جدا، ولذلك كثير من المحاسبين يختلس منه ملايين. أعرف قضايا كثيرة في الراجحي والبلاد. فأنا أتوقع أن هذه حركة، إما يعني أنا ما، لكن اللي أفهمه عندما اطلعت على مقاطع اليوتيوب والنت والبالتوك، أتوقع أنها من الراجحي هذه الحركة وآخذ علماء إما حمية أو جاهلية، أو أفهموهم بعض العلماء الأجلاء اللي نشك فيهم كبار علماءنا، وهناك العالم ضعيف، يعني قد يعطى من باب هدية ويحسب العالم هذا انه فعلا اعطي قال الفتوى هذه، لانه بناء على انه يا يقول له يا شيخ، هو طبعا ما يجي يقول له رشوة للشيخ هذا الكبير او العالم او العلامة، يقول له يا شيخ والله انا اشوفك مجتهد في الدين، انت يا الراجحي او البلاد او غيرها من البنوك، يعني يقول انت يا شيخ والله انت عالم ونعم، بس ودنا نعطيك هذه 300 مليون عشان تعينك في نشر الدعوة والدين. فيعطي له كل ما يعطوه آل سعود وآل الشيخ أو آل السيسي أو غيره في جميع دول العالم، يعطوا له مثلا حق يعني الشرهات اللي جمعها في طول عمره من آل سعود وآل الشيخ، يعطوا له إياها وأضعافها 10 وهم خسران. طيب، لأنه بيحطم له منافس قوي. بنك الأهلي بلا منازع حتى عند العلماء، يكفي قول الشيخ العثيمين ويكفي قول أجل العلماء في مدحه قبل الموت. أنا شخصيا سألت الشيخ العثيمين، قال البنك الأهلي هو أفضل من الراجحي. الراجحي كنت أحسبه إسلامي، لكن لا ننصح أحد بإيداع مبالغ في الراجحي، والبلاد طبعا قريب منه وبعيد. وفي بعض الفتاوى تحسبها عند بعض العلماء الأجلاء تحسبها مناطقيا، لأن الراجحي من القصيم والبلاد السبيعي من عنيزة برضو من القصيم، وهذا الأهلي حق واحد حضرمي اللي هو خالد بن محفوظ، والظاهر بعدين اشتراها عيال بعض أصحاب السمو الملك الأمراء، ظاهر منهم واحد من عيال عبد العزيز، وهذوليك القسمان طبعا من الراجحي. وحقيقة يعني في عداء بعد يعني كذا شخصي في بعض القبائل مثل حرب وعتيبة ومناطق مثل القصيم، مهما أعطاهم آل سعود وآل الشيخ لابد أنهم يعني فيهم ثأرات سابقة لا يغسلها إلا الله والرسول، إلا من رحم الله فيهم وقليل ما هم، والله أعلم. طيب، ففي عداء سياسي من عهد الإخوان ثم الجهيمان ثم بن لادن عفوا ثم هذه الحركات اليوم، فتجد أنه يختلط الفتوى بالعلم، يريدون أن يسقطوا كما طلعوا الفتاوى قبل ذلك على وليد بن طلال وعلى الأمير ممدوح في بعض تجارة عياله. فهذه يتوقع مثل حكاية الوليد بن طلال على أنه قارون العصر، بس إنه اليوم وجدوا إنه هذا البنك يقال أنه يملكه ابن من أبناء الملك عبد العزيز، ولا أدري من هو، قيل أنه سلطان أو قيل أنه الملك، الله أعلم. فيريدون لأنهم هؤلاء قسمان متعصبين أو من نجد وأفهم المفتي العام على أنها فعلا حكاية صحيحة، عندهم لجان شرعية. ومع احترام الشديد يعني في بعض أعضاء كبار العلماء يتنقلون بين بنوك في لجان شرعية، كان في البنك الأول يمدحه، جاء البنك الثاني أعطى له إغراءات أشد ذم البنك الثالث، واليوم في نفس البنك الأهلي يخرج ويصرح طيب بأن هذا البنك الأهلي ربوي، طيب، ويستغل وجاهته عند الملك أو منصبه، وترى سابقا يكفر الصوفية والشيعة أو بعض رموزهم في مكة مثل السيد محمد المالكي، ونكون صريحين، ولا هو الشيخ عبد الله بن سليمان بن بني، يعني مع احترامنا وإجلالنا له وتقديرنا له يعني في علمه وتقواه وأنه يعني ما ينكر فضله، لكن هذا متواتر لدى البنوك وأصحابها يعني، الاستعجال في الفتاوى والاستعجال في تكفير الناس والاستحلال مهما وحتى لو ابن باز والعثيمين وغيره أيدوه في بعض المواقف في السيد محمد المالكي والصوفية والشيعة، لكن القرآن والسنة يجب أن لا نستعجل فيها، نعزهم علماء ودعاة، لكن واقعه حتى في الفتاوى الربوية يؤيد ما بعض علماء الإسلام، حتى أنا قابلت حتى من الشيخ عبد الله القصير وغيرهم وعبد الله الدوسري ينكرون هذه الطرق الاستعجال في التكفير والتبديع والتفسيق، طيب، وهم من أجل علماء الرياض. فإذا أنا أقول لمشايخنا الكرام، أما المفتي العام فالإنسان لا يشك أجمعت الأمة على سيادته، المفتي العام أو الشيخ الفوزان وهيئة كبار العلماء السابقين، لكن الشيخ عبد الله بن منيع له اجتهادات. أنا أقول أنه هذا الكلام غير منطقي. طيب،
الكلام أن يقال أن هذا البنك بدون استعجال، وبعض العلماء هناك جلاء في القصيم كثيرين، لكن يمرر عليهم الكلام بطريق لا إرادي ويشعرونهم فعلا ولا يدرسوا ولا يتقابلوا. يعني هل هؤلاء الذين طلعوا أن البنك الأهلي التجاري هذا ربوي، هل تقابلوا، هل كلفوا أمرهم في مقابلة تلفزيونية أو مقابلة في مسجد أو في بيت أو في عشاء أو غداء أن يقابلوا أعضاء اللجنة الشرعية في البنك الأهلي؟ أنا أتوقع لم يحصل ذلك ولن يحصل. كما أنه لم يكلف نفسه سابقا الشيخ العواجي أو الشيخ سلمان العود أو غيرهم أو الذين قالوا عن الوليد بن طلال، لم يكلفوا أمرهم ولو بنص ساعة أن يقابلوا الوليد بن طلال قبل أن يطلعوا هذه الفتاوى النارية أو المقطع أو غيره، ولم يتأكدوا هل هو مدبلج، ولا يعرفوا الدبلجة، لا يعرفوا أنه بعض المقاطع اليوم تدبلج، لا خلاص أخذوها، لأنه في عداء سياسي مع آل سعود وآل الشيخ وفي عداء وفي تشكيك منهم في مجال. أنا كنت بينهم وتزوجت منهم، أعرف في مجالسهم الخاصة أجل علمائهم، طيب مثل الجلالي والعودة يعني يقولون انه اهل السعود ولا الشيخ هذول ليس لهم عباره عن للعاهه، يعني خلينا اشفرها، حتى اهل الشيخ يقولون عنهم ذلك، يقولون هم عيال من قال الرسول، يعني كما يقول الفقيه والمسعري وغيره السعود السبعان وغيره المعارضين هذول، يقول هم عيال الحديث، يعني انا اشفرها قولي هذا ولا هم صريحين. اهل الشيخ يعني يقول اهل السعود مختلفين معه، حتى اهل الشيخ يقولون انهم ماذا الفراش، نسيت الحديث، يقولون الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويشككون في ديانتهم انهم يهود ومسيحيين اتوا لهدم الاسلام باسم الاسلام مهما اعطاهم بنوك. فانا اتوقع هذه الفتاوى الضجه كلها يعني عباره عن دمروا تدبير الاقتصاد السعودي في الاخير. طيب انا اتوقع وحزازيه ومناطقيه وغيرها، لكن خلينا نتناولها شرعيا، نرجع للأمر الشرعي. أنا أتوقع أنه هذا الأمر، البنوك الحالية أنت تتأمل بنوك تقف مع السعودية وتقف مع إيران وتقف مع الفقراء والمساكين وتدعم التجار وليس فيها غرر. عندما ترى الذي يعني البنوك الإسلامية تأملتها قروضها فوائدها هائلة، يعني يأخذ لك فوائد قد القرض 80%، يعني تصور يعطيك 100 وياخذ فوائد عليه 80%. يعني هل هذا معقول؟ روح للبنك الإسرائيلي وأمريكا والروسي والأهلي تجد أنه ياخذ على 100 5%، وإذا شافك ناجح وتاجر ونعم ترى بيعطيك بدل 100 مليار ويفتح لك حسابك ويوقف معاك لأنك بتكسبه. للأسف بعض علماءنا سبب تحجيرهم كما أنه تحجيرهم في العقائد وعدم فهمها وعدم نصا وحرفا وغيرهم ما هم فاهمين أن حقيقة ما يدور في من بعد الرسول حتى اليوم، ولا يعرفون أن هناك فعلا الصحابة فيهم. طيب لما نقول الصحابة كلهم عدول نرجع إلى أصل المسألة. طبعا أنا أشرك بكم وأغرب حتى يفهمكم. عندما يقول الصحابي عدول، أجل محمد بن أبي بكر الصديق عدل لأنه قتل عثمان بن عفان وهو عدل، والصحابي عمرو بن الحمق البدري من أهل بدر هو قاتل عثمان الحقيقي أيضا، هذا عدل وهذا عدل. والذين قتل بعضهم صرف. يا أخي فرق بين أن نسبهم ونلعنهم، نحن ما نسبهم ونلعنهم، لكن فرق أيضا أن تتأول ظلم اليوم من حاكم أو إرهاب. يأتي الحاكم أو الملك أو الأمير في السعودية أو في إيران أو بقية الدولة السعودية يستدل على تكبر وغرور وقوله أن الشعب عبيد لنا وجواري في أي مرحلة تاريخية وفي أي دولة إسلامية، ليس شرط السعودية وإيران. يقول لماذا؟ يقول لأنه معاوية أخذ معاوية في هذا الجانب يزيد معاوية. طب قل له خذ معاوية أنه كان كريم. معاوية حقيقة ما كان يأخذ ولا الملكية الدستورية، ملكة بريطانيا هذه مخصصاتها. معاوية الذي يعرف يتأمل بإنصاف في معاوية لم يأخذ ولا 1% هو في عهده. لا أتكلم عن بعد وفاة معاوية، يزيد بن معاوية، وحتى يزيد بن معاوية هذا الذي يتهمونه بالجور والظلم ترى كانت سيرته أفضل من ملكة بريطانيا وأخذت المخصصات هذه. طيب مخصصات ملكة بريطانيا أكثر من مخصصات معاوية، ويزيد بن معاوية أكثر منهم مقارنة. يعني بهذاك العصر هي يعني تقريبا
ولا ياخذوا ولا 1% من، يعني خلينا نقول 3% 7% من مخصصات الدولة هم وأقاربهم. لكن مدى بدأ بعدها في عبد الملك بن مروان يمكن أكثر وازداد. لكن معاوية كان مغني الناس. معاوية ليش خرجوا معاه كثير؟ 2 من 10 مبشرين بالجنة، وخرج معهم معظم في الأخير صارت معظم الدولة الإسلامية معاه. معاوية كان كريم، مثل أبو متعب، مثل شمر، مثل هذه القبائل. مهما قلنا في معاوية انتقد له، طيب، لكن أنت الآن لما تقول الصحابة كلهم عدول، كيف تقول عدول؟ وتستدل. طيب لماذا أخذت من معاوية هذا الجانب وترضيت عليه لماذا لا تأخذ الجوانب المشرقة في معاوية؟ طيب، وترى الشيعة إخواننا للأسف الشديد وبعض الصوفية أو كثير من الصوفية أو معظمهم يسب معاوية لأنه لقن. ليش؟ لأنه هؤلاء بني هاشم كما أنهم كذبوا على الرسول فإنه آل البيت هو أم علي وفاطمة ونسلهم، وكذبت قريش وألفت حديث الخلافة في قريش، وألف بعض الأعراب حديث كذب عن تكافؤ النسب عن عمر بن الخطاب والرجم، وبعض القساة من الخوارج ألفوا أحاديث الرجم وهي كلها مكذوبة على الرسول. طيب، والتبس على العلماء المفسرين الحق بالباطل، وأتاك من يقول الشيخ والشيخة إذا رجموا البت. هؤلاء التبس عليهم هذا الأمر. طيب، فهل يعقل؟ أنت فكر بعقلك. الله والرسول يجعل السيد أو الشريف في إيران أو الملك والأمير يباح لهم زوجتك وبنتك وبنت عمك وبنت خالك، وينكحها باسم المسيار أو المسفار أو المتعة، أو حتى يدخل عليها، أو يعتقد أن مالك وعرضك وإن جلد. هذا كلام غير منطقي. في المقابل القسوة عليهم ونسيان عدلهم وحسناتهم سواء حكام السعودية وإيران هذا غلط، لكن أيضا هم يجب أن يستمعوا. ما طلعت سوريا ولا طلعت تفجير ولا قتل الملك فيصل، ولا يجب أن تستمع لعدوك أيا كان، جاهل صغير أو السادات. يجب أن تعلن شعبك هذا التفجير والإرهاب. ترى صدقوني هذا مسلسل إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الكبير. هذه ثورات الشعوب يا جماعة ما يمولها إلا إسرائيل وأمريكا وروسيا بحقائق. انظر من قتل القذافي في ثورة القذافي، تأمل. الطيران الإسرائيلي الأمريكي الروسي المشترك. من قتل اللي هو أجل صالح وأمر مصر وجيشها بخلع سجن مبارك. طيب، وتونس من ضرب تونس؟ عفوا ليبيا ومصر واليمن. الدولة الأخرى إيش؟ تونس، مصر، اليمن، ليبيا. تونس، مصر، اليمن، ليبيا. نعم، القذافي ما ضرب. من ضربوه؟ أمريكا وإسرائيل وروسيا. صدام اليمن قالوا له تنحى. فيجب أن تعرف هذا الأمر. يجب أن تعرف ثورات الشعوب هذه نبوتهم لا تقام إلا بالعدل، مكتوبة في التوراة والإنجيل. إذا في ظالم وظالمة في الحياة تقطع رقابها. فيجب أن تأمل. ثورة مصر ثبت عند مبارك قبل أن يخلع، قال إنه في الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والروسية. فإذا أنت وأيضا اليهود والمسيحيين مهما اختلفت معهم داخل دولهم عادلين، وخارج دولهم أيضا عادلين لمن تأمل وأنصف. فأنا أقول لك الذي يقول أن هذه البنوك الذي يقال عنها ربوية سابقا ولاحقا لم يتأمل حكمة ربنا. هذه تعال عند العلماء. أنا وجدت علماء أجلاء في القصيم ومن أكابر العلماء، إذا دين الواحد 50,000 ريال يضيع متزوج 700 حرمة ويطلقهم كل شهر كل شهرين، ومدين شيخ 50,000 ريال ومدبس له قضية حجاج القصيم الداخل لاختلافات فقهية بسيطة في تكافؤ النسب أو في فهم الدين. طيب، يدبر لي شيخ عالم حجاج القصيم 1411 و12 و13. طيب، هذا الشيخ الجلالي واللي معاه العودة، ويطلقون زوجة ذلك الشيخ. طيب، ويخالعونها بسبب أن اختلف. قالوا لهم نبأ لهم أنه هذا الضابط في الاستخبارات أو غيره، وهذا جيد يتعلم الدين. فإذا هذول
ما انت عارف له، ما انت عارف الشيء. ثم ياتي يقول البنوك هذه ربويه، ما انت عارف هؤلاء كيف يجوا ويلبسون ويرسلون عليك سحر ومس عين عشان فقتهم في العلم، لكن لم تمشي ريموت كنترول، يخلوك مريض نفسي ومجنون وسحر ويلفقوا لك قضيه مع قضيه مع قضيه. مصيبه، ما انت عارف هذول كيف الايمان وصل بشاشه قلوبهم او شيء، بسبب انك ناقشتهم في تكافؤ النسب، وناقشتهم في الامور السياسيه، وناقشتهم في سبهم المطلق لآل سعود وآل الشيخ وعدم وتشكيك في انسابهم. ولا انت عارف يعني لماذا نصل الى هذه الدرجه في ان الخلاف لا يكون رحمه ولا يكون عندنا سعة بال؟ طيب تجد هذاك القاضي التمييز سليمان المهنا اللي عندنا كان مكة، عشان شيخ عالم تناقش معاه في تكافؤ النسب بدأ يعادي، وإذا جاء المحكمة يطرده، وإذا كان ما في عقول، لأنهم صبغوا عقلية الجاهلية قريش بماذا؟ جاهلية العرب بالحديث المكذوب. هذه مصيبة الأمة والتكفير. والنتيجة شوف في كل هذا التاريخ المريض سوريا اليوم، انظر سوريا هي تتبع اليمين لهذا العالم الإسلامي العربي المريض من عهد معاوية حتى اليوم. إنكار الحسنات والعدل مصيبة، والتغافل والقول للظلم ما حصل من التاريخ من الصحابة أو من غيرهم أنه عدل مصيبة، وسبهم ولعنهم ونسيان خيرا. وكذلك ما بين الحكام والإرهاب اليوم وبين الدول الإسلامية. أنا مهدت هذا الكلام حتى أبين هذا ليس كلامي أن البنوك الحالية طيب أنها حلال، طيب كلام أو يفهم من كلام الشيخ عبد الله البسام عضو هيئة كبار العلماء، والبسام من كبار علماء القصيم وبن عنيزة ومن طيب من سبيع. الشيخ البسام يقول واضح، يقول الأوراق النقدية هذه لا يدور فيها الربا اللي هي الريال والدولار وغيره. طيب ليش قال هذا الكلام؟ أنا أقول لك ليش قال. أول شيء اللي يقول إنه العملة اليوم يحكمها الغطاء الذهبي هذا لا يفهم أبدا، لا يفهم. طيب هذه إيران عندها بترول 3-4 بترول السعودية عندها، وعندها ذهب ونفط وعملتها طايحة في الأرض. لماذا؟ طيب نيجيريا عملتها أقل من العملة الباكستانية، وهي دولة من البترولية وعندها ذهب هائل. يا أخي شو أنا أقول لك، تقييم الدولة العملة النقدية كتقييم المفكر والمثقف في العالم العربي والإسلامي لدى أمريكا وإسرائيل وروسيا. إذا كان هذا المثقف أو العالم متزن عادل رحيم منصف، طيب ستحترم أمريكا وإسرائيل وروسيا ودولته. كذلك العملة، ليش السعودية والخليج عملتهم ثابتة قبل الحرب وبعد الحرب، وخاضوا حروب، وغيرهم خاضوا أقل من الحروب لكن ليس عملتهم هابطة؟ أنا أقول لك ليش. العملة تقيم بماذا؟ تقيم نعم الذهب له دور، البترول له دور، لكن أهم من الذهب والبترول هذا شيء ثانوي اليوم. أهم منه عندك اليابان ليس عندها بترول ولا عندها ذهب، وعملتها أغلى من السعودية. طيب معظم دول أوروبا بالدولار واليورو أو بالين الياباني. بريطانيا تستورد البترول وليس عندها ذهب، ومع ذلك عملتها أقوى من السعودية. الأرصدة التجارة لها دور طبعا، لكن شوف تأمل ليش الريال مقابل 3 دولار و75% من الدولار؟ لأنه ما زال النظام السعودي لا يؤمن بحرية الدين وحرية المعتقد والحريات الجنسية والحريات، يعني باختصار ما يقال بالأنظمة الليبرالية العلمانية، أو التي هي حقيقة الإسلام إذا لم تعادل الإسلام. يعني لا تكون ليبرالية وعلمانية كالليبرالية التركية سابقا أو كإسلام أردوغان، وكلاهما ألعن من الثاني في الاستبداد. طيب السعودية اليوم لاحظ من 2006 إلى اليوم أصبحت لها قوة وهيبة في العالم، لأنه إدارة التويجري والملك عبد الله والمقرن هذه إدارات تنقل السعودية إذا استمرت، وهي مستمرة إن شاء الله إلى يوم الخلد والقيامة. هذه الإدارة هي التي تريدها أمريكا وإسرائيل وروسيا، ويريدها المسلمين واليهود المسيحيين. إنك ما تلغي حرية الإعلام
وحرية الانتقاد وحرية التعبير وحرية الجنس الحريات الجنسية وما يسمى بالسكس والخمر والعربدة، وكذلك حرية العفاف لكن بلين ورفق. وهذه هي الإدارة الحقيقية، هذا الإسلام النبوي الكريم. لا أقول لك تلغي دينك، الملك عبد الله الحمد لله ما لغى دينه ولا لغى الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن أفهم الناس أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ليس السيف وليس السجن، ولذلك أعتق 150 رقبة من حد السيف. إذا أنت عندك إشكال في فهم الإسلام، عندك في إشكال في فهم التوراة والإنجيل والقرآن والسنة، يجب أن تعيد. انظر إلى الملك عبد الله كذا أخذها بالسليقة. لا، أنا عارف بعض يقول لك إنه ما يعرف يتكلم إلا كلمتين، أو ليس بليا، أو يكمل ابتدائية. يا أخي والله هذول حمير بقر ما يفهمون. تعرف ليش؟ لأن الرسول أمي كان لا يقرأ ولا يكتب، والرسول كان مثل الملك عبد الله لا يتكلم. بعضهم يحس بالرسول مثل خليل السندي ومثل العشباء ومثل عايض القرني، بل بالعكس أشبه ما يكون الرسول. يقول الصحابي كان كلامه عدا نزرا، الخطابة حقته خطبته كانت قليلة ولا 10 دقائق، فبالعكس أشبه ما يكون بأبو متعب ليس بالشعراء والفصحاء. وبالعكس ترى هذول، شوف اللي يقول الشاعر يقول إذا كثر كلام الإنسان كثر سقط. والله يقول عن الشعراء والفصحاء والبلغاء، يقول والشعراء يتبعهم الغاوون لم ترى أنهم في كل واد يهيمون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فترى كثرة الكلام تؤدي إلى مصائب. كم قتل الإنسان وكم سجن وكم ذبح بسبب كثرة كلامه وغيبته ونميمته. طيب كم قتل من الملوك والأمراء والشعراء الفصحاء البلغاء، وكم شوف النساء معظمهم لا يعني كثير منهم يؤدي نفس المصائب لسانه لا. طيب فإذا الفصاحة والبلاغة ليس أنت شوف البليغ الفصيح صدام، وشوف اللي ما يتكلم الملك عبد الله، وقارن بين صدام في كان مصيره، وأنا قارن بين دولة الملك عبد الله ودولته، قارن بين الفصيح البليغ بشار الأسد ودولته كيف صارت، وقارن بين دولة الملك عبد الله اللي ما يتكلم واللي ما كمل الابتدائية. بشار استشاري دكتور بروفيسور في طب العيون، والملك عبد الله لم يكمل الابتدائية. قارن بين الدولتين هذه، وقارن بين العراق الدكتور الجعفري وبعده الدكتور المالكي وكلاهم بروفيسور، وبعد الدكتور عبود اسمه الأخير الثالث، وقارن بين دولة الملك عبد الله من سوريا وتونس. قارن بين الدكاترة اليوم في دولة السعودية، وزير صحة والدولة ملهوبة بروفيسور في الطب، كلاهما أخذ الماجستير والدكتوراه والزبالة. قارن في الشؤون الصحية في القنفذة، هذا المدير الأخير عبد الفتاح سندي اللي طرد، وخالد ظفر استشاريين فصحاء بلغاء معهم ماجستير ودكتوراه في الطب، وإن كان مشكوك فيه يعني بواسطة أو حزبية جماعة الأخوان. إذن البنا وقطف. لكن قارن بين الملك عبد الله يعطي ما ياخذ. قد سمعت الملك عبد الله جاء التاجر قال أعطيني، أو راح لي ملك وأمير أو الدولة مضبط دولته جملها، تدور بين البحر الأحمر إلى بحر الشرقية، ومن نجران وصبية منافذ اليمن إلى منافذ إسرائيل إلى بلاد سوريا والعراق. ما معك سكين وما معك في السيارة السلاح. طيب وأمن وأمان وراحة بال. قارن يا أخي وكن منصف. أنا أقول باختصار ليش مهدت وشرقت في هذا الكلام؟ مثل الآن بعض الفتاوى يا أخي لما يقول لك في الحرمين حلق اللحية حرام، معناته الملك وأخوانه معظمهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب. طيلة الثوب كبيرة من كبائر الذنوب، شرب الدخان كبير. ليش أنت هذه الفتاوى؟ طب ليش؟ طيب ما قلنا هذا رأيك، لكن لابد تجيب الأقوال الأخرى. يعني أنت معناته إنه عالم مصر هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. عبد الوهاب أبو سليمان مرتكب كبيرة. صالح آل الشيخ وعبد المحسن آل الشيخ مقصرين لحاهم، معناته ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب
الحين كثير معظم أئمة الحرمين ما أدري إيش المشكلة في الوزراء، إذا جاءوا مربين الحاهم وبعدين يقصروها شوي شوي لما توصل زي الحين خالد الشندي وكذا. حتى أئمة الحرم الآن معظمهم جزوا الحاهم، يعني الثابت فيهم الشرعين ممكن حسين آل الشيخ. فأنت تستغرب الحذيفي. المشكلة إن ما هي مشكلة، هذه اجتهادات. بس أنت لما تقول ترى بتقول عن نفسك، تقول عن علمائك، عن حكامك، الناس ما يفهمونها. أنا لما تقول ما تذكر الخلافات إنه في واحد قال مباح وواحد قال واجب وواحد قال مستحب وليس محرم، يعني يجب أن تتناولها عشان يفهموها الناس. هذولي أنا وقفت حتى مع الجماعات من بعض أتباع جهيمان وغيره وأتباع بن لادن وجلست معهم، يعني هذولي قال يعني من أهم أسبابهم هذه الفتاوى. يقولوا والأشياء اللي في السر لما الملوك والأمراء والحكام هذولي إذا لم يفعلوا معظمهم أو حتى زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم ما يفعله، خلينا نقول قوم لوط باختصار العبارة، أو السحاق والزنا السكس والعرض، الملك والأمير هذه حقيقة إذا حكم تبدى له الشيطان والسحر وأعداء الله، ما يتبدون لك أنت كعالم، لأنه ما أنت متولي حكم ولا ملك، يتبدون له إذا لم يجالسوهم ويفعلوا مثلهم وهم بنيتهم العفاف ونيتهم كمؤمن آل فرعون يقتلوهم. أنت تقول بالإجماع في التوراة والإنجيل والقرآن والسنة أنهم قتلوا هؤلاء تجار الخمر والسكس والعربدة، طيب أنهم قتلوا الأنبياء والرسل، وتقول أنهم بني إسرائيل واليهود والنصارى، مع أنه معظمهم حتى ذلك الوقت بريء من ذلك. طيب إذا كان قتلوا الرسول بالسم، أنت تقول نبينا محمد القرشي، وقتلوا معظم الأنبياء والرسل، تريد آل سعود ولا آل الشيخ ولا الحكام يصلوا إلى إيمان الرسل والأنبياء؟ هذا الكلام غير منطقي. أنت لم تصلوا، أنت كعالم في إيران أو في السعودية تؤول باسم المتعة والآخر باسم المسيار وآخر المسفار نفسه. طيب فإذا يعني لا تكون قاسي، ولا تكون سكوك الغفران أو سكوك النيران بيدك. خذ المسألة كاملة، ومو أي واحد يخالف في هذه الأمور تقول والله هذا متبع الرخص، هذا زنديق. طيب هذا كلام غير منطقي، يجب أن تفهم القرآن والسنة. ابن القيم وابن تيمية بن عبد الوهاب نعم علماء وأبرار وأجل، لكن ليسوا من الله والرسول، هذه اجتهادات. هذه مسألة. المسألة الثانية أن العملة أيضا تعتمد على ماذا؟ على الغطاء البنكي، الصادرات والواردات، تطبيق حقوق الإنسان، حرية الأديان، حرية التعبير، حرية الجنس، حرية السكس والعربدة، وحرية العفاف، توزيع الثروة. طيب هذه كل الأمور لأن الملك يحاول أن يهذبها بالإسلام والقرآن والسنة الذي يفهمه، لكن دولته الآن تعتبر أنجح. والسيسي لا يملك ريال، والإخوان كانوا يملكوا ريال مليارات، خسر وراحوا السجون، وهذا السيسي لا يملك ريال. تصور راتب السيسي المشير تقريبا بما يعادل الريال السعودي قبل أن يصير رئيس مصر، أتوقع تقريبا 7000 ريال سعودي فقط أو أقل تقريبا. طيب ومع ذلك اليوم كل بنوك العالم تقول يا السيسي بين يديك، لأنه إسلام متزن، هو باب الأقباط الشيخ الأزهر. بينما مرسي دكتور استشاري وكان رواتبه قبل مئات الآلاف وبعد، واليوم خسروا كل شيء لأنه مستبدين ظلمة طغاة. وانظر داعش وجهيمان قبله وبن لادن والإخوان، واليوم لأنه ما في، اختلطت الجاهلية واختلط الجاهل واختلط أشياء كثيرة. ومع أن ما نقول أن يعاملوا بالإرهاب بإرهاب، لكن بالحوار، وهذا المرجو إن شاء الله، لأنه أيضا نسيان برا معدلهم من الصعب. هذا اللي حبيت أمهده. المسألة الثانية فتوى الشيخ الطنطاوي في مصر، مفتي مصر السابق رحمه الله، قال البنوك وفوائدها هذه ليست من الربا بأي حال من الأحوال. بعدين أنت اليوم أجل العلماء في اللجان الشرعية لبنك الأهلي، حتى وإن خرج منهم، حتى لو خرجوا كلهم. طيب السؤال لماذا طيب في هذا المحك؟ ولأن البنك الأهلي هو المصدر، أتوقع حتى في دول الخليج، بل هو مصدر حتى بين البنوك الرائدة في دول أوروبا، يريدون أن يحاربوه.
يا أخي بلا شيء، مع احترامي لأهل نجد القصيم متعصبين حتى في التجارة اليوم. أنا أعرف واحد من آل البيت يقال له حيدر جمال شيخ جمال الليل، من أكبر التجار، وكان مدير مؤسسة النقد، كان ناجح في تجارة الفنادق والاستجارة وبيع وشراء. توقع هذا الشيخ مع احترامي الشديد، مع أنه مشايخنا سليمان السلومي وحمدان الحمدان ومجموعة معهم، غاضهم هذا السيد حيدر جمال الليل، كان هذا أمين عام مؤسسة النقد، دبروا له قضايا وعقود ومدري ايش، دخلوه السجن 3 سنوات 4 سنوات، خرج ياكل من الزكاة والدخل والضمان الاجتماعي. أنا زميل مسفع له في هذا الشيء في حجاج القصيم، كل من الجلالي والعودة، وخلعوا زوجتي الأخيرة. عموما رئيس هيئة النظر هذا العزمان واحد من طلابي. طيب، فإذا هذه عصبيات حتى في التجارة. طيب، واحد من يعني في حكاية البنك الأهلي، أنا أقول البنك المفتي العام لم يقال له الأمر كامل، الشيخ الفوزان، لكن الشيخ بن منيع الصراحة والسلومي والثاني الجلالي والثالث الصراحة يجب أن يعيدوا النظر في تعامله وسلوكه، يعني مشكوك فيه. يعني يمكن أنا أقول بن منيع ما نشك في علاقته بينه وبين الله، لكن هذول ملخبطين ترى، هذول الثانيين الجلالي والسلومي والثالث والرابع، والمشكلة مفتي للحرم هذا السلومي الآن. يعني ما أنت عارف كيف يعين إفتاء، والثاني السديس في تكفير الشيعة والصوفية والليبراليين وإسرائيل وأمريكا وروسيا، ويعرف أنها هي تقود العالم. طيب، هذول يجب أن يوجهوا وتهذب الخطب، وإن شاء الله معظم أمورهم اليوم على خير، لكن بعض الفتاوى ترجع إلى التاريخ القديم، ويعيد نفسه، ويستحل السحر، يرسل السحر والمس والعين والسم، ويخبب عليك زوجاتك وابنائك وبناتك، وربما يزوجك وحدة منهم وفيهم تفكيرا تنجب منك 5 بنات زي هذه، ويربطك مع أقاربها ويحط لك سم وسحر وبنات وعيال. هذه حقائق، هذه حقائق عبدة البنا وقطب وعبدة الجهيمان وعبدة الأخوان وغيرهم. عموما أنا أريد أن الإنسان أن يرجع ويحرر عقله، ولا عقيدة الولاء والبراء هذه اللي دمرت العالم الإسلامي في 11 سبتمبر وقتلت اليهود والمسيحيين. يا أخي لك عبرة في سعود الشريم، ولك عبرة في عبد الرحمن الصمير، ولك عبرة في خليل السندي، كم هدى الله بيدهم ملايين من اليهود والمسيحيين، إن لم يهتدوا فعلى الأقل أعطوا الجانب المشرق في العالم في الإسلام والقرآن والسنة. لماذا تفجر وتدمر وتفتي؟ ما زلت تدرس في جامعة الإمام الولاء والبراء والجهاد وغيره. يجب أن تحرر عقلك، يجب أن تستفيد من الشيخ عبد المحسن الشيخ اللي سيعين نائب المفتي العام، يجب أن تستفيد من صالح آل الشيخ من المفتي العام، تعيد قرارة عقلك، تخرج من هذه البوتقة وهذا الجحيم الذي مر على الأمة من 1400 عام. يجب أن تجعل من قول ابن عباس أقول لكم قال الله وقال الرسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر، توشك أن تنزع عليكم حجارة من السماء. في المقابل لا نقول أيضا، شوف تنبيهات، لا نقول أن كلامنا هو الله والرسول وكلام المفتي العام وشيخنا الفوزان وعبد الله بن منيع والشبيلي والحسيمي وغيرهم من أجل علماء الإسلام أن كلامهم غلط وفي النار، وكلامنا نحن الله في الله والجنة. لا، نقول هي وجهات نظر في فهم القرآن والسنة، إن هي حق فحق، وإن هي باطل فليرموا بها عرض الحائط. لكن أيضا لا تهمش الأقوال هذه، ولا يتهمش هذه الفتاوى سواء مني أو غيري، سواء أتيت بها أنا لوحدي أو غيري. وفي نفس الوقت نقول أنهم أجل علماءنا، وأنها خلافات تسوق فيها الأفهام في القرآن والسنة، وأنهم هم أكبر منا علما ودينا وورعا، لكن ليس معنى ذلك أننا أخواننا فيما مضى واليوم مع سيادة الشر والجارة أنها باطلة وبعيدة عن القرآن والسنة. لا، هي القرآن والسنة وفهم باب من أبواب الجنة مهما قالوا فيها. صحيح أن احتراما لهم نقول أنه إذا كانت هي الحق فالحق، وإلا فهي الباطل ولا كرامة، هي إنما من باب الاحترام والإجلال والتقدير. ليس أن معنى أقوالنا إذا إنها باطل إذا قالوا عنها باطل، لا، هي أحد الأفهام في القرآن والسنة صحيح، وأيضا أقوالهم فهم من القرآن والسنة، ومع ذلك نقول يجب أن تهذب، ولهم السيادة ولهم العلم وهم أجل منا. لكن في نفس الوقت هذا ليس أقوالي، سواء في إتيان المرأة في دبرها وغيرها، كنا يأتي واحد يقول أن الإجماع على ذلك،
وأن هذه الحديث صحيحة في تحريم اتيان المرأة في دبرة، يعني زي مثل اللواط في الرجال بالنسبة للحرمة في زوجتك. قول أجل علماء الإسلام مالك ومجاهد وابن عمر وحسبك بهؤلاء وابن أبي مليكة. يعني ابن عمر كانوا يبايعونه بالخلافة قبل علي بن أبي طالب، مقدم عند الصحابة، بل كادوا يقتلوه لولا أنه علموا أنه لو قتلوه لم يتولى الخلافة. يقول بهذا. ويأتي إنسان يقول كذب العبد. نافع أجل علماء التابعين يقول كذب العبد بهذه الكلمة، كذب العبد لأنه أسود اللون. نافع. أو من العبيد السود في مفهومه البيض. يعني انظر هذه الكلمة، يأخذون أجل كل علمهم ويقولون من أصح السلسلات الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، ويأخذون كل الدين عن نافع ويأتون في هذا الحديث يقولون كذب العبد. وثم يتأولون ويعطون. ترى العلمكم في بعض الأقوال تساق في ساعة في دقيقة يرمى أنه قال مالك وهو موجود الدمة السوسة. اندس على البخاري ومسلم وغيره من الكتب، وكذب الألباني فيه والشريم والدارقطني والقاضي وغيره. ألا يدس في التاريخ الإسلامي غيره؟ دس على أن العرب العاربة والمستعربة وأنهم العروبة من بداية الإسلام والعرب البائدة، وهم لم يأتون إلا من إسماعيل، وأباهم وأمهاتهم ليسوا عرب بالاتفاق، هؤلاء قحطان وعدنان. ألا يدس عليهم أكثر من ذلك وهم كلهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه المصيبة أننا نمر بواقع مرير، واقع مرير جدا جدا، واقع محجر الفقيه يحجر نفسه في الزاد كأنه رب العالمين، وفي العقائد محجر نفسه إما على عقيدة أئمة أهل البيت وإما محمد بن عبد الوهاب بن القيم ابن تيمية، والثاني في القضاء نفس الحكاية. وفي نحن ما نقول أنها باطلة، لكن يجب أن تهذب هذه المذاهب الإسلامية في العقائد والسير، الشيعة والصوفية والسنة والإباضية. لو تأملتها كل واحد آخذ الجانب الجميل في السيرة. السعودية آخذ أقوى الإيمان في التوحيد اتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب بن القيم ابن تيمية، والشيعة آخذين أقوى الإيمان في محبة علي وفاطمة وقريش وبني هاشم، والإباضية آخذين أعلى الإيمان في اللي هم عمان، سلطنة عمان، في التساهل بالمعاصي. ترى الناس الآن في السعودية وفي إيران للأسف بس يوصل كيف يشبع زبه وكسها وتشبع كسها ولا حياء في الدين. يعني هذا حديث صحيح. طيب كيف تستحل القرآن والسنة ومذاهب أهل البيت وهو سواء ملك أو أمير في الدولتين أو ملك أو أمير أو شيخ، كيف تشبع كسه ويشبع كس زبه أو مكوته أو مكوته، نسأل الله السلامة باسم القرآن والسنة. المهم يوصل في الأخير على أنه يعني خلاص معصية زنا عادي، ليش سحاق عادي وخمر وشرب والله غفور رحيم وما راح تخلد في النار يعني المهم أنه يوصل. وكيف أنه النهب والسلب حلال وأنتم عبيد وجواري في الأخير. هذه خلاصة أقوالهم. ويأتي للإباضية يقول هذول خوارج الإباضية سلطنة عمان دولة علماء إسلامي. ليه هذول خرجوا عشان بعض بني أمية وبعض بني العباس طيب كانوا زي كذا. طيب نحن ما نقول في فرق بين من يريدها الله مثل ما أفهمناهم اليوم وهذبوها، وفي فرق سابقا إنه أصلا هي ما يهمها الله سابقا ولا يهم الله، أصلا يريد بس شهوته وعنده عالم يفتي له فتوى في السر وفتوى في العلن. يا أخي مصيبة. يعني ليش تقول إن مثلا أنا الإمام محمد بن عبد القيم ابن تيمية أو العكس أعدائهم إنك أنت الله وبيدك السكر والغفران؟ يقول هذه اجتهادات في القرآن والسنة، لكن تأملها وترى الإرهاب ضد الظلم والظالمات، وترى الإرهاب ضد الإرهاب نعم في فكرة الخوارج الجائر. فكل واحد من الإسلامية على ثغر. وقال الشيخ فهد العريني قال هذه الجماعات والحكومات، شيخنا فهد العريني بن عبد الله العريني وهو جل علماء مكة ومن بداية أصله، قال هذول يكمل بعضهم بعض لو اتصفت القلوب لكل واحد أتى بالدين كاملا. كل هذه المذاهب من الإرهاب إلى السعود إلى إيران إلى المغرب الأردن في العقائد والفقه وما يفهم حتى لو لم نقوله. عموما أنا حقيقة تعبت يمكن من فترة
لكن عموما مع ذلك أقول هي خلافات في القرآن والسنة، لا نحجر على بعض. قلت هذا لئلا يلمز الشيخ البسام، ولئلا يلمز أيضا الشيخ الطنطاوي في مصر مفتي مصر، ولئلا يلمز الترابي، وفي نفس الوقت لئلا يقتل المفتي العام أو الفوزان أو بن منيع كما قتل البوطي في سوريا. طيب، وكما قتل 400 عالم من العراق. والإرهاب لا يعرف المفتي العام ولا أمريكا وإسرائيل وروسيا ولا البنوك هذه. إذا الإنسان زودها، إذا لم يقتل العالم بالرصاص ربما يقتلوا بالسم والسحر. أنت تقولوا قتل الأنبياء والرسل، وأنت لا تعرف أن البنك الأهلي والبنوك العالمية تدير إسرائيل وأمريكا وروسيا بناء على قولك. يعني أقول لك، وإن كان القول هذا جائر في مفهومي، لكنني أحترم وأجل من يقوله. وعموما تحياتي لكم، أخوكم خليل بن إبراهيم بن صديق بن جمعة إبراهيم السندي القرشي الهاشمي من مكة المكرمة. تصبحون وتمسون على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد كبار علماء الإسلام كما يقال عني، وتصبحون وتمسون على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.